النهائي خسر برشلونه، النهائي خسر برشلونه، مش برشلونه هو اللي خسر يوصل للنهائي، النهائي خسر برشلونه، لان ده امتع فريق بيلعب كوره. صحيح. فاهم يا كابتن محمد؟ في خلال 56 مباراه جايب 163 هدف. مين اي فريق جاب عمل تعرف ايش اسوء شيء؟ لكن في جزئيات. بس لحظه بعد عنده الفار، لو حكم ما عندوش الفار اوكي ممكن تقبلها. Yeah, but I still think also. لا زلت أعتقد كنت أشاهد المباراة مع السيد أرسن فينجر، ولا زلت أعتقد أن ضربة الجزاء الأولى ليست ضربة جزاء، لأن التدخل كان التدخل الشرعي، ولكن المهاجم كان ذكيا ووضع. لا أعتقد أنها ضربة جزاء. ولكن أعطى ضربة جزاء للإنتر. ولكن في هكذا حالة الناس واعتقد وانا حكام الفار كان يجب أن يتصلوا بالحكم، وكان على لاعبي نادي برشلونة يذهبوا إلى الحكم. The difficulty tonight is that I think that Barcelona has the sympathy. نادي برشلونة حصل على التعاطف الجميع، ويرى الكل أن معدل الأعمار صغير، الكل أحب نادي البرشلونة أن يكون في النهائي. ولكن هذه حركة ذكية من دنزل دامفريز، حافظ على الكرة وسجلوا هدف الحاسم. صحيح هي مخالفة كان يمكن تجنب ارتكابها، لأنه في الحالة السابقة كان هناك 4 لاعبين ضد 4 لاعبين. خطأ أم لا؟ حركة ذكية من دنزل، حركة ذكية من دنزل كيفية وضع الخدم. شوفوا غباء من الحكم. لاعب 17 سنة برشلونة التركيز لعب برشلونة على يمين جمال، انتر تركيز يدافع 3-4 لاعبين في اين يتواجد يمين جمال، ترك، ولذلك ما مارتن الايسر قام بالعرضيات التي سجل منها، يعني يمين جمال كان التركيز عن يمين جمال. يعني انا اشاهد البارسا لو يحسن نوعا ما يكون في توازن على مستوى الطرف الايسر سيكون من الصعب ايقافه. وفي الاخيره يعني الانتر لعب مباراه ذهاب واياب واستحق التأهل، هذه كرة قدم. الحكام بعض الأحيان يعني والطاقم عندما يعين حكام الوسط ما حكام الفار، او طاقم واحد يحكموا المباراة. انا اظن ان الفار لا يرى. هنا احتجاج فليك اللي اخذ عليه بطاقة صفراء، بطاقة صفراء، لانه احتج على الحكم انه يعود معاه للفار، ولان هدف باو فيكتور اعترض بعد بطاقة صفراء الاحتجاج. شوف اللقطة فيها شك محمد، المفروض الحكام الفار يعيدوا اللقطة، لو عادوها ممكن مرتين او يطلبوا من الحكم فار يجي يشوفها. انه ما عادوهاش، حتى المخرج ما عادهاش، عادها مرة واحدة فقط مرة واحدة. لكن لا ضربة جزاء عادها 3-4 مرات. الهدف اللقطة والخطأ عادوا مرة واحدة، ومشى الكرة وهي خطأ. بالتالي أنا أظن المدرب احتج وخذ كارت. Yes, but if you go all around, you can have a yellow card, but when you are in the final, حينما تريد أن تذهب إلى النهائي لا يهم عدد الأوراق الصفراء. لازم تدرس حتى اللقطة لو فيها شك صغير مفروض الفار يتشكك، يعني يتأكد من اللقطة هي فاول ولا لا، لأن هذا هدف. Yeah, but I don't think they were screaming hard enough. ولكن لم أرى لاعبين برشلونة لا شوف هذه ما طالبوا بحقوق ما تحتاج تصرح الحكام، هذه المفروض الحكام الفار يعودوا لأن هدف في آخر دقيقة عندهم الوقت، كما عادوا للفار، كما عادوا في ضربة جزاء وخذوا وقتهم. لا ترى يوسف أن الفار أقر قرار الحكم معنا بالهدف، لأنه أنا معك، يعني الحالة واضحة أنه في فاول، لكن حكام الفار من هو مع أي جنسية حكام الفار قبل؟ في بعض الأحيان الإنجليزي يقول لك سوفت، دي عادية يعني وتلعب. الحالات التي تعاد لنا احنا مغايرة على الحالات. لا هذه جابها فكرة. لا أنا معك، بس الفار لديه زاوية معناها أكيد أنه عاد في كم من حالة. هذا لو جابها فكرة ما تجيبهاش الفار. أكيد جابها هو فوق، فهمت؟ أكيد جابها. ليش برجع للخطأ؟ لا لم يمكن، لكن في الأخير احنا نتكلم معه، الفار لم يحسبها، معناها اتفق مع رأي الحكم، اتفق مع الحكم حسب هدف صحيح، والفار حسبها لم يعارض. الفار ما تكلمش حتى مع الحكم، قال لي هدف، ما رجعش اللقطه، ما عاودش يتاكد من اللقطه اللي هي خطا ولا لا. يا يوسف الفار يقدر انه يتكلم مع الحكم يقول له جول،
خلاص فهمت، لانه هي مش لا انا مش على الحكم، انا نسالك على الفار. الفار يقدر يتكلم لانه الحكم عنده لا قلت لك الفار المفروض يرجع اللقطه، المفروض يتاكد من اللقطه لو فيها شك بالهدف. هو ما رجعش يمكن الفار مش شايفها فاول، مش شايفها فاول، هي فاول. انا عاوز بس سامر بعد اذنك فهمنا وجهه نظرك. هي خلاص فاول بس ما اتحسبش. انا عاوز بس يا كابتن محمد المكتسبات اللي عملها فليك لبرشلونه كثيره الشخصيه، سيبها من الذهنيه. انا قلت لك جوردي ألبا ده كان بيعيط في ماتش روما بين الشوطين. تعال بعد الشوط الاول يا كابتن محمد شوف لامين يامال عمل ايه. اول ما الصفر الحكم 2-0 بعد نهايه الشوط الاول جمع اللعيبه عادي ما فيش مشكله. ده لعيب فنيا كويس انما قائد، فاهم؟ في لعيبه كده وهي صغيره تتولد قاده، ده قائد، فاهم؟ عادي ما فيش مشكله. هذه بعد نهايه الشوط. ايوه بعد نهايه الشوط الاول و2-0 وهو اصغر لعيب في الملعب بيراح للاثنين الخبره بتوع الفرق. فده اهم مكتسب لفليك، رجع شخصيه برشلونه. خسر وطلع بس كسب شخصيه وكسب فريق بيلعب كره حلوه، بيلعب كره ممتعه. في نظرنا احنا هي فاول بس من وجهه نظر الفار مش فاول. كم وجهه نظر بس هي واضحه، هي حاله واضحه ولا فيها شك؟ لا انا بالنسبه لي فاول يعني واضحه. ايوه بس هي من وجهه نظر الفار التحام عادي ما فيهاش مشكله. كمل. لانه انا اشوف محمد لاحظ في ركله الجزاء لما صارت تاكلينج او في لمسه اليد الذي كانت فيها شك الفار تدخل لا واحتساب ركله جزاء للامين جمال ثم احتسابها خارج المنطقه ايضا تدخل الفار يا محمد. الفار احتسابها ركله جزاء. لو فكره شاف هذه وجابها الفار ما يقدرش يجيبها لتدخل الرجل على اللاعب. يا كابتن يوسف انا معاك ان هي فاول. لا هذه يقول لك الاعاده من هذه الزاويه وصلت للبي ان بعد نهايه المباراه. لا بس هو في اثناء المباراه ما كانت هذه ما كانت بهذا الوضوح. ما عادوهاش في المباراه. ايوه قاعد اقول لك انا هذه اللقطه جت بعد المباراه يا كابتن محمد. لكن خلاص تفضل رحنا بقى. روح يا سيدي تفضل. كابتن اسوأ شيء في خروج برشلونه ان مشوارك كمحلل لحد الان فاضي من برشلونه في المباراه النهائيه. بس اول مره يا كابتن محمد اول مره من بعد ميسي خرج من برشلونه اتشد البرشلونه. صح بس ما زال السي في بوتريكا المحلل خالي من برشلونه المباراه النهائيه. مثلا من عيوب اذا اردت اليوم ان تصل النهائي فتجد انت عندك ظهير ايمن سيء، ظهير ايسر متوسط باستثناء في الشوط الثاني لعب بشكل جيد، لديك بعض المدافعين مثل اروخو لما تحتاجهم. هذا من جزئيات يصنعوا فارق في دقائق مهمه للغايه في المباراه. انت تتكلم عن نصف نهائي شامبيونز ليج، ان يكون لديك لاعب يتمركز بشكل سيء او يتمركز بشكل سيء او ياخذ القرار الخطا يكلفك مباراه. وهذا ما بالعكس انتر سكواد ممتاز ولذلك كلهم ممتازين. تركز على بعض الجزئيات. لماذا خرج برشلونه؟ صحيح يلعب كره جميله، صحيح افضل فريق ماتع مع باريس سان جيرمان، معاك متفق. باريس سان جيرمان يمكن اكمل منه على مستوى الدفاع، 3 خطوط دفاعيا باريس سان جيرمان افضل منه، خاصه لما نضيف حكيمي وكذلك مندس، حقيقه ظاهرين افضل ما موجود الان في الساحه. فهذه الجزئيات اللي هما برشلونه لابد ان يطورها ويحسنها. هجوميا الفريق مبتكر ولديه امكانيات، لكن لا يوجد توازن ما بين الطرف الايمن والطرف الايسر. انت لما تعطي تمريره ليمين جمال تنتظر الاضافه. حاتم ده فريق شاب صحيح، السكواد بتاعه شاب. انا عاوز الانتر ده بقى له كم من سنتين يا كابتن محمد كان في نهائي صحيح. هل غير حد؟ معظم الاسماء الموجوده. انا اردت اضيف الشربي اللي سجل هدف الخبره. كان عنده الولاد دول هيكتسبوا الخبره مع مرور الوقت، بس البناء المشروع او الفريق معظمه لعيبه شابه، فالمستقبل ليه فاهم. هتتعلم لانه ما زال المباريات الكبيره هتعلمك والمواقف هتعلمك. اهم حاجه انه عنده ماتش بعد 5 ايام كلاسيكو، ما تخسرش دوري ابطال وتخسر كلاسيكو في الدوري. هذا سيعني كثير للانتر حقيقه. فدي الحاجه الذهنيه اللي لازم يشتغل عليها فليك مع برشلونه. انتر خسر الكاس وفقد الصداره في الدوري، وهذا الانتصار الذي سجل الهدف عانى من مرض الكانسر، سجل هدف تعادل، عانى كثير في اعتقد مرتين، فسجل هدف الانتصار. سيعني الكثير لانه نتكلموا على فريق خبره وانزاجي حقيقه في اول بداياته وجد بعض الصعوبات. جمهور انتر من قبل صارت بدايه وحتى النهايه اكيد تنتظر منه اي شيء سحري،
يراوغ، لديه مرونة عجيبة هذا اللاعب، نتمنى له أن في الجهة اليسرى الحلول أقل بكثير، لا أقل بكثير. فاليوم لابد الإدارة أن تعمل على صنع هذا التوازن. في كلام عن لوكمان، عن كثير من الأسماء، في كلام عن إيزاك، عن المهاجم، لابد أن يتم انتداب كذلك بالدي، لكن أقل شيء يكون له ظهير نوعا ما في اقل من. واحنا نتكلموا، لاحظ الاسلوب الهجومي، يمكن احنا من مساندين الاسلوب الهجومي، لكن الاسلوب انتر الذي يلعب به وسيلعب به في جل المباريات الى غايه استعاده كذلك بعض العناصر والاصابات. حاتم، عارف شو اللي خلى الانتر يرجع للمباراه؟ يعني في وقت من الاوقات في الشوط الثاني احنا قلنا يمكن المباراه برشلونه ممكن يسجل 4-5 اهداف. صحيح، هي تغييراته. صحيح، غير 3 تغييرات، زيلينسكي مهدي طارمي واللي سجل الهدف الرابع فراتيزي. هذا عطوا اضافه اكثر، لان الفريق شفناه بدنيا انهار. صحيح، دخول لاعبين غير 4 قبل الشوط الاضافي. صحيح، دخل ثاني، خرج دي ماركو، دخل مدافع مكانه الثاني، ودخل 3 لاعبين اخرين. ال4 لاعبين هذو خلوا الفريق بدنيا صاروا افضل. وكان يمكن شوف لو تشوف المحاولات ديال الشوط الثاني، يمكن الشوط الثاني جاته محاولتين فقط. عاوز تلعب اراوخو ما هي جزئيات. شوف اراوخو عنده كل شيء، عنده السرعه، عنده القوه، لكن ما عندوش المخ. اهم شيء والله العظيم، والله اهم شيء هو المخ، ما عندوش المخ صراحه. يعني هو قوي لكن لاعب غبي. تعالوا نستمع لردود افعال جماهير انتر خارج الملعب مباشره بعد هذا الشوط في نهائي الشامبيونز ليج. إذا كما شاهدنا في التحليل لبي ان سبورت، برشلونة ظلم تحكيميا من ناحية الهدف الأول، ومن ناحية هدف التعادل الذي أدى إلى خروج برشلونة. هذا الهدف أنا أعتبره ظلم بالتحكيم. يعني الفار إيش وظيفته؟ كان بدون فار أحسن. الهدف قتل المباراة وقتل الروح المعنوية لفريق برشلونة، رغم انه ادى دروس بكرة القدم. قدم مباراة رائعة جدا من دور المجموعات الى اخر مباراة قدمها برشلونة. قدم لعب كروي جميل جدا للأمانة، شهد له الريالي وشهد له برشلونة. جميع الفروق تشهد لفريق ونادي برشلونة. يعني كما شاهدنا بالمباراة السابقة، مباراة الذهاب، برشلونة أيضا تعرض لحكم لظلم تحكيمي. في المباراة السابقة كان ظلم تحكيمي، ولكن كانت المباراة كان الحسم سيكون في الإياب، ولذلك لم تؤثر على المباراة من ناحية النتيجة وخروج برشلونة. لكن المباراة هذه أثرت جدا لخروج برشلونة من النهائي. إذن كما قال أبو تريكة، النهائي هو من خسر برشلونة، وليس برشلونة خسر النهائي. قدم برشلونة نموذج للأداء الرائع، ونموذج للعب الجماعي، ونموذج للعب النظيف، بينما حسبنا الله على حكم الفار وحكم الساحة وحكم التسلل. وإن شاء الله نشوف المباراة بالكلاسيكو مباراة ممتعة لفريق برشلونة، وتحياتي للجميع. ما فيش أي كلام، ما فيش أي تحليلات، ما فيش بسبب الخسارة لبرشلونة. السلام عليكم.